السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مشاهير الباز. اليوم جينا بخبر جاء السوشيال ميديا، هو خبر هشام كوك اللي كذب على الجمهور وقال لهم طلعت، ولكن في الحقيقة راح يفتح مطعم جديد، والمطعم الرابع راح يهدو المرأة الرابعة. لكن كارولين خرجت عن صمتها وردت على النديات اللي راح يعيشها في السوشيال ميديا على جالة الباز يخلي شرف مرته يهضروا فيه. هذه دياثة بحد ذاتها، وقالت باللي الخبر الأساسي هو أنه مرته راح تفتح مطعم راح تنافسه. خاطي طلقها، بل خلالها الحرية الكاملة، واختارت هي المطعم واختارت كيفاه راح تسير. أنا صراحة إذا هذا الخبر صح، وأن هشام كوك ما طلقش مرته ودار البوز بهذا الشيء وخلى الناس يتهموا مرته في الشرف نتاعها ومفتخر بهذا الشيء، صراحة انصدمت من ردة فعله. واش رايكم انتم؟ ومدوا لي راي كارولين واش قالت، هل هو حقيقة أم كذب؟ شوفوا الفيديو. واش راهي كاتبه هنايا؟ وحده راهي كاتبه توضيح: هشام كوك على السيمانه يعلن ماشي زواجو، افتتاح زوجته مطعمها بالعاني داروا بوز. وصراحه الناس جامي هضرت في كاش واحد يجي تقول لك هي اللي دارت غلطه كبيره. الفيلم هو زعما ولات منافسه ديالو، زعما مرته خدعته وحلت كيما هو. هي فضحتها، كتبت اول مره نديرها، يعني اول مطعم ليها. شكرا، شاركنا في كاميرا كاشي. إذا كانت كاميرا كاشي وداخلة فيها الشرف ينعل والديكم، قسما بالله العظيم ينعل والديكم. الدياثة بأتم معانيها. إذا كان افتتاح مطعم جديد زعما الدياثة في القمة وزغريتو. وأنا ما شكيتوش بوز، الله أعلم، بصح ما شكيتوش بوز، بصح إذا كان بوزو يتاجرون بأعراض نسائهم على ذمة فتح بروجيات جدد.